مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. فاكرين لما كيلو الطماطم كان عامل 30 و40 جنيه وكانت الناس بتشتكي؟ دلوقتي المزارعين بيرموها ومحدش عايز ياخدها. طب ازاي ده حصل؟ وايه اللي خلى الطماطم تبقى ارخص من المية؟ تعالوا بقى نفهم القصة. من كام شهر بس الطماطم كانت نار، والسبب هو نقص المعروض، والزراعة كانت قليلة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة، وكمان كان الجو حر شوية والناس اشتكت والأسعار ولعت. فالمزارعين قرروا يزرعوا طماطم كتير عشان يعوضوا الخسارة، بس للأسف اللي حصل كان العكس. المزارعين زرعوا كميات ضخمة جدا لكن الطلب ما زادش بنفس السرعة، والنتيجة كانت السوق غرق بالطماطم، فبقت الأسعار بتنزل وتنزل لحد ما وصل لمرحلة إن المزارع مش لاقي حد ياخدها حتى ببلاش. طب ليه المزارعين مش بيبيعوها حتى بسعر قليل؟ المشكلة مش بس في قلة الطلب، النقل والتخزين كمان بيبقى غالي جدا، والمزارع بيحسبها لو نقلها السوق هيخسر أكتر، ولو سابها هتبوظ، فيفضل يرميها بدل ما يدخلها في دوامة الخسارة. كمان الحل الحقيقي راجع للحكومة. يعني لو احنا عندنا سيستم زراعي مظبوط، يعني الدولة تنظم الزراعة وتوجه المزارعين يزرعوا ايه وكمان كام فدان عشان ما يحصلش فائض يخلي الأسعار تنهار زي ما بيحصل في دول كتير بره. لو في قاعدة بيانات زراعية تحدد احتياجات السوق والمزارع يعرف من البداية ايه المطلوب منه، مش هيزرع عشوائي، وبالتالي الأسعار تفضل متوازنة وما يحصلش كوارث زي اللي شايفينها. كمان لو الحكومة توفر مصانع تعليب وتحافظ على المحصول بدل ما يتكب، ده هيقلل الهدر ويساعد المزارع يكسب حتى في الموسم اللي فيه إنتاج زيادة. في الآخر الحل مش في إيد المزارع لوحده، لازم يكون في تنسيق بين المزارعين والحكومة والتجار عشان ما نشوفش الطماطم مرمية في الشارع تاني. الزراعة الصح يعني اقتصاد قوي ومزارع مستفيد وكمان مستهلك مبسوط. يلا بقى شاركونا رأيكم ايه الحل اللي ممكن ينقذ الموقف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ويلا بقى سلام واشوفكم على خير.